اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية سيد البرنوسي بالدار البيضاء زوال اليوم الخميس 30 ماي الجاري إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة كان في حالة تخدير متقدمة وعرض حياة المواطنين وسلامة موظفي الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض. وكشف مصدر أمني أن المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير حالة التخدير نتيجة تعاطي المؤثرات العقلية عرض 9 أشخاص لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض بدون سبب ظاهر، وهو ما تسبب في وفاة أحد الضحايا وإصابة الباقين بجروح. وخلال هذا التدخل الأمني، أورد المصدر ذاته، اضطر مفتش شرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي مصيبا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، وهو ما مكن من تحييد الخطر وضبط المعني، الذي نقل رفقة الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والظروف الحقيقية المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.